كلمتين كان لازم اقولهم من زمان، فضلت اجل فيهم لغايه ما جه الوقت اللي مضطر ان انا اقولهم، واقولهم بطريقتي. عايز اقول لعيله آل داوود، الناس اللي فتحت قناه قبل كده والناس اللي هتفتح قناه بعد كده، نجاحكم مرتبط باسم داوود اللي صنعته زاهية على اليوتيوب. لو انتم قادرين انك انتوا تنجحوا من غير اسم آل داوود في قنواتكم كنتوا افتحوها، لكن الفضل يرجع لزاهية داوود، هي اللي صنعت اسم داوود في منصة اليوتيوب. مش عايزين نركن حاجة زي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي المتواضعة، قناتكم قبل ما تكون قناتي. بمسي على كل الناس الطيبين، الناس المحترمين اللي بيجوا بيعلقوا بكل احترام وبيتوكلوا على الله، اللي بييجوا يشاهدوا الفيديو سواء كان نصه أو تلته أو كله وبرضه بيتكلوا على الله. الناس اللي هم فعلا مقدرين صاحب القناة بيتعب قد ايه. انا يمكن المقدمة بتاعتي كانت مقدمة بتخص ان زاهية داوود صنعت اسماء قنوات آل داوود بالكامل. الجيل اللي فات والجيل اللي جاي هيكتب اسم آل داوود في قناته والا مش هتنجح، وبالدليل القاطع قدامكم. انا امبارح قدمت قناة شريهان داوود وقدمت قناة ماليش غيرك يا رب. ماليش غيرك يا رب قناة ملهاش اي داعم معنوي موجود على منصة اليوتيوب، ولا ليها اخ ولا ليها اخت ولا ليها اي عائلة على اليوتيوب موجودة. يا ترى كم واحد اشترك في قناة ماليش غيرك يا رب وكم واحد اشترك في قناة شريهان داوود لمجرد ان زاهية داوود هي اللي قدمتها؟ اكيد كتير هيشترك في قناة شريهان داوود، وده دليل على نجاح قنوات آل داوود من خلال وضع اسم داوود في قناتهم، اللي هو السبب فيه مدام زاهية داوود، بحلمية برانيا بلبنى بحنان بكل القنوات، حمادة حسام مصطفى، كل القنوات اللي فيها اسم آل داوود ناجحة وعليها مشاهدات. ممكن تكون ملهاش مواضيع ولكن عليها مشاهدات، دي حاجة. لذلك قناة ماليش غيرك يا رب هتخش تلاقيها قليل جدا اللي اشترك فيها، لان هم مش هيستفيدوا منها، لان هي ملهاش مواضيع تصار على منصة اليوتيوب، فعشان كده المشاهدة عندها هتكون قليلة. وده اللي انا ركزت عليه امبارح، ويمكن انا قدمت القناتين في فيديو واحد عشان نشوف مدى تشجيع الناس للناس اللي ملهاش اسم على منصة اليوتيوب. وقوف زاهية داوود مع شريهان داوود في فتح قناتها، انا كنت متوقع الهجوم اللي هيجي على شريهان عشان جه عن طريق زاهية داوود، وده اللي حصل وهقول لك ليه دلوقتي. قبل ما نبدأ البث او الفيديو بتاعي، انا حبيت ان انا اتكلم مع الاخت حنان كلمتين اخيره، وان شاء الله يا اخت حنان اذا ذكرت اسمك في قناتي تاني ابقى انا راجل مش مظبوط، وده يعتبر اخر مره هذكر فيه اسم حضرتك عندي. لكن هقول لحضرتك كلمتين وصغيرين جدا. انا بحترمك زي اي شخص بحترمه على منصة اليوتيوب، ومقدر موقفك في مشكلتك مع اخواتك، ومقدر موقفك في مشكلتك مع المتابعين، لكن الكلمتين اللي حابب انا اقولهم لك احتراما للست ام مصطفى واحتراما لآل داوود بالكامل، اقول لك عقلك في راسك، اعرفي خلاصك. كلامي انتهى مع الاخت حنان كده دلوقتي. كلمتين بقى للاخت سماح. الاخت سماح، انا مش عارف من اي ديره ربنا هدافع علينا وهدافع على القنوات المصريه وهدافع على عيله آل داوود وهدافها عليا. الاخت حنان جابت سيرتي امبارح في البث بتاع علا وحنان داوود، وللاسف الشديد وانا ما بجيش جنبها خالص، مع ان انا عارفها وعارف تعليقاتها السخيفه، عارف تعليقاتها اللي بتدل على الفتنه وبتدل على اشعال الحرب
بين الاخوات وبعضيها، وده ظهر في تعليقاتك يا اخت سماح. واحد شغال 12 ساعة في ال 24 ساعة، وساعة رايح مواصلات وساعة جاي مواصلات، يعني 14 ساعة هيفضل ان هو يقعد لشهيرة وغير شهيرة؟ ارحمي نفسك. هندخل بقى على الصدمة الكبيرة واللي الناس اتصدمتها في الأخت شريهان، وخصوصا بعد ظهورها في البث مع مدام شهيرة. وطبعا كده توقعنا فشل قناة شريهان بسبب دخولها عند شهيرة، اللي هي قناة اللي دايما مدافعة لمدام زاهية داوود. وخدوا يا عيني شريهان في النص، وده اللي ظاهر امبارح في البث بتاع علا وحنان داوود من تعليقاتهم. وعندي التعليقات ديت، ومن ضمنها تعليق الاخت سهام اللي ذكرتها في الفيديو، تعليقات بتتهم شريهان ان هي من ضمن التشكيل العصابي اللي هيظهر جديد على منصة اليوتيوب ضد الخالة حلمية، اللي احنا مفروض نشجع شريهان على ظهورها بصورة طيبة ونبعدها عن المشاكل. لا، ده حطوها في المشاكل من بداية اول فيديو، وده اللي انا ناديت بيه امبارح وقلت ابعدوا شريهان عن دخولها في مشاكل عيلة آل داوود. عايزين نقول ممكن شريهان تكون سبب في الرجوع، ممكن تساعد حنان داوود في حاجة زي كده، لكن الهجوم اللي جه على قناة شريهان وهي لسه في البداية نتيجة دعم زاهية داوود ليها، هو ده اللي حط شريهان في المأزق دوت. لا، وشريهان بطيبة قلبها ظهرت في قناة مدام شهيرة وزادت البلة طين، وكده دخلوها في عش الضبابير، وربنا يرحمنا من لسعتهم. عايز اقول حاجة تانية مهمة جدا. يا ترى لو الاخت شريهان ما سفيرة الريف المصري هي اللي قدمتها ودعمتها، هل كان هيقابل من الطرف الاخر اللي هو في الحالة ديت جمهور مدام زاهية بنفس الغضب اللي اتقابلت بيه من جمهور الخالة حلمية نتيجة ان زاهية قدمتها؟ عايز اقول القنوات كلها، وانا اولكم، القناة اللي بتمشي ورا هوا المتابع او ورا هوا الداعم اللي هو بيدعمها، ده ما يبقاش صاحب رأي حر، وما يبقاش صاحب قناة، وما يسميش نفسه ان هو انسان ليه وجود، ليه حرية رأي وليه حرية تفكير. اقول زي ما انا عايز، واقول بفكري انا مش بفكر حد تاني، واقول اللي ما يمليه عليا ضميري واللي انا هتحاسب عليه، لان لا متابع هيتحاسب معاك، ولا كصاحب قناة هيتحاسب معاك، ولا واحد بتدافع عنه او واقف ضده هيجي في يوم سوري الحساب العظيم وهيقف معاك، لان كل واحد هيبقى مشغول باللي هو عمله في دنيته وهيتجازى عليه في اخرته. عشان كده انا بقول كل واحد يخليه في نفسه، يحب اللي يحبه ويكره اللي يكرهه، ملهوش دعوة ان هو يكون مسيطر على افكار غيره، على رأي غيره، وكل واحد يستقل برأيه. وبكده انا نهيت الفيديو بتاعي. هل يا ترى كل ذنبي ان انا ناديت امبارح بدعم شريهان وقناة ماليش غيرك يا رب؟ هل يا ترى كل ذنبي ان انا قلت للاخت حنان مبادرة الخير اخبارها ايه، انت وقفتيها ولا ايه، ونشوف ناس تقدر تساعدك في حاجة زي كده عشان اتهاجم كل الهجوم دوت؟ انا ما بحبش اغلط في حد، حتى لو اتغلط فيا انا بطلع اتكلم بكل ذوق وادب واحترام، لان دي هي نشأتي اللي انا نشأت عليها، مش انت او انت اللي هتغيريني. والسلام عليكم ورحمة الله.